هو الشركات فعلا بتبطئ موبايلك عشان تغيره؟ اصل الموبايل اول ما بتجيبه بيبقى صاروخ، وبعد شويه بتلاقيه بطه بلدي، تيجي تفتح اي ابلكيشن يدروخ منك، تعمل اي ابديت يهنج، وفي نفس الوقت تلاقي الشركات منزله اعلان وتقول لك مش هنفرح بقى ونشيل الموبايل الجديد بدل المعفن اللي في ايدك ده. باينها مؤامره علشان اشتري الموبايل الجديد. اصحى يا صاحبي، الموضوع من بره شكله مؤامره، بس علميا هقول لك على 4 اسباب بيبطئوا اي موبايل. واحد، المساحه. النظام بيحتاج مساحه فاضيه علشان يكتب فيها ملفات مؤقته، فكل ما المساحه تتملي كل عمليه حفظ او تحديث بتبقى ابطا. تاني حاجه، التطبيقات. الابلكيشنز كل سنه بتصمم على موبايلات احدث، انت موبايلك زي ما هو بس الابلكيشنز هي اللي بقت غشيمه، كانك مركب موتور سباق على عربيه 128. تالت حاجه، الاو اس ابديت. فالشركه بتنزل ابديت جديد تقعد تعمل لك رسوم متحركه وتاثيرات شفافه وحركات وبتاع، انت موبايلك يقدر يشغلها بس بياخد مجهود كبير جدا علشان بس يعرض لك الشاشه والانيميشن الجديد من غير حتى ما يفتح اي ابلكيشن. رابع حاجه والاهم هي البطاريه. بطاريات الليثيوم بتفقد قوتها مع الوقت، ولما بتضعف النظام بيقلل سرعه المعالج علشان الموبايل ما يفصلش فجاه، وده رسميا اللي حصل مع ابل في سنه 2017. ولو عايز تعرف تسرع موبايلك ازاي اكتب لي في الكومنتس وانا فوش ودي دايره ازاي.